مش بابا نويل، ما طلعش اسمه بابا نويل ولا سانتا كلوز على فكره، وما كانش ده شكله كمان، كان اسمه القديس نيكولاس، كان اسقف كنيسه اسمها ميرا في تركيا. القديس نيكولاس كان غني جدا، ورث عن اهله فلوس كتيره قوي، فهو في مره عرف ان كان في راجل عايز ان هو يجوز بناته الثلاثه، بس مش معاه فلوس علشان يعمل كل ده. فالقديس نيكولاس حب ان هو يساعده بس بطريقته، راح عند بيت الراجل ده بالليل ورمى له فلوس من الشباك من غير ما الراجل يشوفه. الراجل صحي تاني يوم الصبح لقى الفلوس عنده في البيت، وهو ما يعرفش الفلوس دي جات له منين، بس بالفلوس دي قدر ان هو يجوز بنته الاولانيه. في جوازه بنته الثانيه القديس نيكولاس عمل نفس الكلام، بس في جوازه البنت الثالثه بقى الراجل قرر ان هو يقعد له طول الليل علشان يعرف مين شخصيه الراجل الكريم قوي ده اللي عمال يديله فلوس كل شويه، وعرف فعلا ان هو القديس نيكولاس. وبعد كده انتشرت حكايه القديس نيكولاس في البلاد المجاوره وبقى اسمه سانتا كلوز. امال بابا نويل ده جه منين؟ ده الاسم الفرنساوي ليه، معناه اب الميلاد. ولما مات القديس نيكولاس في شهر ديسمبر الناس قررت ان هي تخلد ذكراه بانها تعمل اللي هو كان بالظبط بيعمله. ولما هو ده شكل القديس نيكولاس، امال ده يبقى مين؟ دي شخصيه رسمها رسام اسمه توماس ناست في اوائل القرن ال19. قبل كده الناس كانت متخيله ان بابا نويل ده شخص طويل ورفيع، لكن توماس ناست ما عجبوش الكلام ده، فقرر ان هو يلبسه احمر في احمر ويخليه راجل عجوز ومقلبس حبتين علشان الاطفال تحبه اكتر.